أما قضية بناء المساجد على القبور والتي ادعيت فيها زورا أن الجفري ممن يجيز البناء على القبور، فهذا عين الكذب ومحض الافتراء، بل إن الجفري ممن يحرم الدفن داخل المساجد فضلا عن بناء المساجد على القبور. وهذا كلام الشيخ الجفري الذي بتره ضاربا بالأمانة العلمية عرض الحائط. فاستمع للشيخ الجفري وهو يقول: لكن الحكم الشرعي عندنا هل يجوز وجود قبر في المسجد؟ نقول أيهما حدث أولا. إن حدث المسجد أولا فلا يجوز، حرام، لأنه بذلك أرض موقوفة لله لا يجوز أن يقبر فيها. ما الذي حدث أولا؟ القبر. أردنا أن نوسع المسجد يجوز في هذه الحالة، لكن تجنب أن يكون القبر مكشوفا بحيث يصلى إليه حتى تدرى عن الناس الشبهات، وما سوى ذلك فلا بأس به. وإمعانا في التجني وإثارة الفتنة على الشيخ الجفري يقول هذا المدعي الشيخ الجفري ما لم يقله، فها هو ذا يقول: واليوم يأتينا الداعية على الجفري بجديد الآيات الممنوع علينا قراءتها. فرية عظمى يوشك أن تتفطر لها السماوات وتنشق لها الأرضون وتخر لها الجبال، يرددها هذا المدعي غير مبال بما تحمله هذه العبارة من تكفير مبطن. فهل لمسلم عاقل يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما أن يمنع الناس من قراءة سورة من القرآن؟ فكيف بداعية إسلامي أعلى الله ذكره في مشارق الأرض ومغاربها؟ فقل لي بربك أيها المدعي، أين قال الجفري بمنع قراءة سورة عبسة؟ وأثبت ذلك، وإلا عاد عليك وبال جرمك العظيم. إن الشيخ الجفري لم يقل بمنع قراءة سورة عبسة، بل قال ليس من الأدب تكرار هذه السورة بقصد إظهار عتاب المولى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بالأثر المروي عن سيدنا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب أمر بقتل رجل ما فعل شيء إلا أنه في كل صلاة يقرأ عبسة، قال هذا منافق. طيب هذا يقرأ القرآن يا سيدنا عمر، قال ليش في كل صلاة عبسة؟ ليش كل ما في آية غير عبسة؟ لأن فيها وجه عتاب للنبي، بس بغى يظهر عتاب النبي. وهذا أدب قرره العلماء ذوي الفهوم العالية والمحبة الكاملة الصافية الذين أحسبك عنهم بمنأى، حيث قرروا أنه لله جل وعلا أن يخاطب من شاء من رسله بالأسلوب الذي يريد فيعاتبهم ويخطئهم ويؤدبهم، لكن هذا لا يبيح لغيرهم أن يخاطبهم بما خاطبهم به مولاهم، ويكرر الآيات التي جاء فيها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب ينبئ عن العتاب أو التنقيص لمقامه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عطية صقر العلامة المتصدر للتدريس بالمسجد النبوي الشريف: بل إن الرجل لو قرأ القرآن ليضل عن سبيل الله حرم عليه، كمن كان يتعمد في إمامة الناس في الصلاة أن يقرأ سورة عبسة بما فيها من عتاب الله لرسوله، فهم عمر رضي الله عنه بقتله. انتهى كلامه. وفي المسألة بحث يطول لا يفهمه إلا أصحاب الأدب والذوق، ولو كنت منهم لما رددت هذه الفرية ولما توليت كبر هذا البهتان. أما ذكرك للشيخ الجفري والرقص الصوفي فوالله لقد هز كياني وأفقدني صوابي بعد أن كنت أكن لك بعض المحبة لشعوري بأنك تدافع غيرة على الدين رغم ما وقعت فيه من أخطاء جسيمة، ولكن للأسف سقطت آخر ورقة تحفظ لك ماء الوجه لا أظنها عندي فحسب، بل أظن أنها عند كل من أحسن الظن فيك. فهل هذا
التمايل الذي رأيته عند الذكر تسميه رقصا فالله حسيبك. فالتمايل عند الذكر شيء والرقص شيء آخر. فممن أجاز التمايل عند الذكر العلامة ابن عابدين في رسالته شفاء العليل، حيث قال: ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفية المبرئين من كل خصلة ردية. فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد: إن أقواما يتواجدون ويتمايلون، فقال: دعوهم مع الله تعالى يفرحون، فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم ومزق النصب فؤادهم وضاقوا ذرعا، فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم، ولو ذقت مذاقهم عذرتهم. ثم قال: وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير ابن كمال باشا لما استفتي عن ذلك فقال: ما في التواجد إن حققت من حرج، ولا التمايل إن أخلصت من باس، فقمت تسعى على رجل، وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس. وقال أبو نعيم فيما يرويه عن الفضيل بن عياض كما في التراتيب الإدارية أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله تمايلوا يمينا وشمالا، كما تتمايل الشجرة بالريح العاصف إلى أمام ثم إلى وراء. وقال العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني عند قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعروة بن الزبير وجماعة رضي الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى، فقال بعضهم: أما قال الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا؟ فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم، على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة للآية في ضمن فرد من أفراد مدلولها. ولنستمع إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أراكه: صليت مع علي صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أيديهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل والله ثيابهم. وهذا الأثر رواه ابن كثير في البداية والنهاية، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية. قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: حديث علي بن أبي طالب صريح بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر، فثبت مطلقا إباحة الاهتزاز بهذا الأثر على أن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي نوع كان، حيث لم يأتي بمعصية ولم يقصدها. انتهى كلامه. ثم أضف إلى علمك أن الرقص والعرضات الشعبية قد أجازها الكثير من العلماء، فقد أخرج أحمد وابن حبان من رواية أنس أنه قال: كان الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون محمد عبد صالح. وسئل ابن حجر في الفتاوى الحديثية عن رقص الصوفية فأجاب: نعم له أصل، فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رقص بين يدي رسول
الله صلى الله عليه وسلم لما قال له: أشبهت خلقي وخلقي، وذلك من لذة هذا الخطاب. ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من كبار الأئمة، منهم عز الدين شيخ الإسلام ابن عبد السلام. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فهو في مصطلح الحديث إقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن حرام أو مكروه. أما إيرادك قول الشيخ الجفري عندما قال: ما سمعنا في المولد رب صل على محمد ابنك، ما أحد قال هذا، فقلت: عفوا أيها الجفري، كنا نظن ذلك حتى ظهر لنا خلاف ذلك. فالنصارى قالت عيسى ابن الرحمن، أما الصوفية فقالت محمد صورة الرحمن. اتق الله. أهكذا تتهم هؤلاء القوم بأنهم يقولون بأن محمدا صورة الرحمن من خلال الإنشاد الذي أسمعت المستمع جزءا منه ولم تتمه إلى آخره، كعادتك في بدر النصوص، والذي يقولون فيك سورة الرحمن، فاجمع سور القرآن بسم الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله قرآنا يمشي على الأرض، فهم يقولون فيك سورة الرحمن بالسين لا بالصاد وليس سورة الرحمن. من أجل ذلك قال المنشد بعدها: فاجمع سور الفرقان. نعم، لقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولكن هل تعلم من الذي قال إن آدم صورة الرحمن؟ إنه أحد من بعت دينك ودنياك من أجلهم. الذي قال بأن آدم عليه السلام خلق على صورة الرحمن هو صاحب كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، والذي استشهد فيه مؤلفه بالتوراة المحرفة قائلا: فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة، فإن في السفر الأول منها سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. نعوذ بالله من هذا التصور الخبيث الذي ضرب به صاحبه بأقوال علماء الأمة والسلف الصالح عرض الحائط، وعلى رأسهم الإمام النووي شارح صحيح مسلم، إذ يقول عن حديث إن الله خلق آدم على صورته ما نصه. قال النووي: هذا الحديث سبق شرحه وبيان تأويله، وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم، وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض، وتوفي عليها وهي طوله 60 ذراعا، ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير. انتهى. أما قولك أعوذ بالله من هذه الكلمات، فهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسخة الأكوان؟ إن الذي يجيبك على هذا التساؤل هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتاوى الجزء 11 صفحة 96، حيث قال: وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام على مقامات الملائكة، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالح الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة، حيث جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات، فخلق بدنه من الأرض وروحه من الملأ الأعلى، ولهذا يقال هو العالم الصغير وهو نسخة العالم الكبير. انتهى كلام ابن تيمية.